احنا هنا موزايك. موزايك عباره عن ازاز. ونكسر ازاز ونبدا نلزق على الازاز. عظيم. اول بدايه الشغل كان زمان اسمه فيفوساء. الفسيفساء وبعد طبعا كده طورنا الموزايك. بصوا الحلاوه دي والجمال ده. تمام. في جديد عندنا. انت بقى في أشكال تقعد فيه. تكسر الحاجات بكسر الازاز وبعدين بعمل التصميم بتاعي. ايوه. ببدا اشتغل عليه قطعه قطعه. يعني ايه التصميم؟ مكون هو انت مقرر انك تعمل ده التصميم بالنسبه لك، صح التصميم بالنسبه كده؟ لي في حاجات تانية تصميمات، يعني في شغل زي كده، ديزاين زي ده، تقطيعه ديزاين. ايوه تمام. في رسومات تانية زي احنا بنعمل بقى النجف، وبنعمل الاناديل. ده قنديل. ايوه تمام. وده بنسميه نجفه يعتبر ولا برضه نجف جزء من الاناديل؟ جزء من الاناديل. وهنا في عندي تاني هنا لمبه الجاز. انت شغلك عموما بقالك كام سنه كده في الشغلانه دي؟ انا بقالي كده 15 سنه شغال 15 سنه، ربنا يقويك. بدات حاجه ديزاين صغير، بدات نجدد ونطور في الشغل. الحمد لله. بدات في حاجات قليله والحمد لله النهارده عندك كذا منتج وكذا شكل. بتدرب حد؟ بندرب حد وساعات كمان بيشتغل عندنا كمان. طيب حلو جدا. تدريب. يعني اللي عايز يتدرب برضو معاك. جميل جدا. طيب انت دلوقتي شغلك الاساسي ابتديت تصدر ولا لسه؟ شغالين على الاثنين، تصدير. يعني في تصدير. في حد بيجي يطلب منك علشان ياخد بره. حلو جدا. هو بدايه شغلنا خالص اول حاجه انا بدات حاجه صغيره خالص، بدات اشتغل منتج صغير، اتجهت على جهاز مشروعات. اول معرض اتعمل معرض راسنا. تمام. كانت حاجه بالنسبه لي فتحت خير عليا الحمد لله. يعني يا رب يجعله فتحه خير على الجميع. بدانا نعرض معرض راسنا، خلال الزبون بدا يعرفنا، بناخد افكار من العميل نفسه بننفذها عندنا. جميل. الموضوع اختلف. ده اللي انا كنت عايز اساله لك، لو انا ما لقيتش الحاجه اللي انا عايزها بالظبط في دماغي تديني فكرتك، اديك الفكره او التصميم وانا انفذه. حلو ده. عظيم. ربنا يجعله عتبه رزق جميله إن شاء الله. ويفتحها عليك اكتر واكتر. راسنا بالنسبه لنا عامل زي العيد. طبعا عامل زي عيد لكل العارضين الحقيقه. نفضل نحضره من السنه للسنه عشان ننزل معرض راسنا. جميل. ربنا يجعله دايما يا باشا. فتحه خير ان شاء الله. سلام. الله عليك.